السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكن اليوم فريق بايرن ميونخ من الفوز على شالكي بنتيجة 6-0. هذا الفوز اللي خلاهم يبقاو في صدارة ترتيب البوندسليغا ب 68 نقطة. هذا الفوز اللي كيقربهم من الفوز بلقب الدوري الألماني كما جرت العادة مع فريق بايرن ميونخ. المباراة عرفت مشاركة نصير المزراوي من بداية المقابلة حتى الاخر ديالها. فكما كنعرفوا ستانيسيتش الظهير الايمن مصاب، دافيز الظهير الايسر مصاب، كما ان بافار كيلعب كقلب دفاع نظرا للعوده المتاخره ديال اوباميكانو. كما ان بافار صرح شحال من مره باللي المركز المفضل ديالو هو قلب دفاع. نصير مزراوي قدم مباراة رائعة وتمكن باش يسجل الهدف السادس ديال بايرن ميونخ في الدقيقة 92. هدف جميل جدا، كانت تمريرة في العمق من بافار كتوصل الكرة الماني اللي كيمررها باتجاه ديال نصير مزراوي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف السادس. وهذا هو أول هدف رسمي ديال نصير مزراوي مع فريق بايرن ميونخ. كما كنعرفوا نصير مزراوي شارك 9 المقابلات هذا العام، هذا الموسم مع فريق بايرن ميونخ في البوندسليغا. في هاد 9 ديال المقابلات تمكن من المساهمة في 5 ديال الأهداف، تمكن أنه يسجل اليوم الهدف المساهمة الخامسة ديالو. أما قبل فديجا عطى 4 ديال لي زاسيست، وبذلك الحصيلة كتكون 5 ديال الأهداف، مساهمة في 5 ديال الأهداف في 9 مقابلات، اللي هي حصيلة جد رائعة بالنسبة لظهير أيمن. أما بالنسبة للمواطن ديالو عبد الصمد الزلزولي، تمكن اليوم من تسجيل الهدف رائع، الهدف الثاني لفريق أوساسونا اللي تمكنوا من الفوز بنتيجة 3-1 ضد فريق ألميريا. عبد الصمد الزلزولي لعب من بداية اللقاء وخرج في الدقيقة 83، إلا أنه تمكن من أنه يسجل الهدف الثاني. هدف كان عالمي في الزاوية 90. نتمنى أنه يزيد يبقى على الأقل موسم واحد مع فريق أوساسونا. كما كنشوفوا في هذا الفريق كيزيد ينضج، في هذا الفريق كيلقى مساحات كبر وكيكونوا ضغوط أقل على اللاعب. اللي كنلاحظوا أنه بدا كيقدر ياخد قرارات صحيحة، فإنه كيقدر يوازن ما بين السرعة والمهارة واتخاذ القرارات الصحيحة.